واخدنا لفين، املي في هواك بيروح وانت الدواء للعين. يا حبيب الروح اللي واخدنا لفين، املي في هواك بيروح وانت الدواء للعين. على قد ما سمحنا في الفرح والمحنة، على قد ما الدنيا مش عايزة تفرحنا، على قد ما سمحنا في الفرح والمحنة، وعلى قد ما الدنيا مش عايزة تفرحنا. يا ولادي يا سندي يا زادي، ليه الألم بادي على كل ما لمحنا. يا حبيب الروح اللي واخدنا لفين، أملي في هواك بيروح وانت الدواء للعين. تايهين في سكتنا والخوف مسكتنا، جينا نغلب الدنيا، الدنيا غلبتنا. جينا نغلب الدنيا، الدنيا غلبتنا. علينا عدقنا ونسينا مبدأنا، علينا عدقنا ونسينا مبدأنا، وردينا بفرقنا عن حينا وبيتنا. يا حبيب الروح اللي واخدنا لفين، أملي في هواك بيروح وانت الدواء للعين. يا حبيب الروح، يا حبيب الروح. ايوه، صلاح كان بيديك مصروف لمختار؟ ايوه كان بيديني، وده كان اتفاقي معاه، مع ان انا ما كنتش محتاج، بس هو كان مصمم على كده. المهم صلاح اتجوز اختي وقال لي ما تجيبش سيره لحد، وراح عاش في سينا. يعني بعد الكلام اللي انت سمعتيه ده عايزه تلوميني بقى ان انا بحترم عهودي؟ متشكرة قوي لصراحتك المتأخرة. اصل انا اتعلمت العند من ماما عشان اعرف احافظ على كرامتي، علشان كده ما عبرتكش لما حاولت تعمل عليا تقيل. انا بصراحه كان لازم اخلص من حبك عشان اعرف اذاكر، كنت لازقه فيا في كل مذكره وفي كل صفحه، كان لازم اخترع اي خناقه يعني عشان نتخانق. طبعا كلامك غلط ومش منطقي، لان العكس كان معايا. صح، بدليل ان انا نجحت وانت كمان نجحتي. صحيح. انت ايه اللي انت عملته وسط الطلبه ده؟ بصراحه يا حبيبي من فرحتي، بس انت بصراحه وشك حلو عليا ونجحت، وبعدين انت شايل الهم ليه؟ ما حدش عارفك.
بس عارفينك انت اكيد. ودي اخر معرفه بيني وبينهم يا حبيبتي، ومش هعرفهم تاني. وبعدين كبري دماغك بقى، البلد اللي محدش يعرفك فيها زيتي واجري. شوف يا حسام، علشان ما يبقاش في خلاف بيني وبينك لازم تعرف انك جريء زياده عن اللزوم، وانا ما اقدرش اوافقك على كده. اوكي؟ هبطل الجراءه واكون انسان جبان، حرامي يخش بيتنا اجري على طول وانام. ايه حبيبتي بصراحه ما تلوميش عليا عشان انا فرحان، وبعد اذنك ما تنكديش عليا. اعقل يا حبيبي بقى، هتكسفني. طب ايه رايك نتفرج على فيلم DVD؟ انت عندك نسخه من مفتاح الشقه. لو سكتي له مش هيعمل لك حساب بعد كده، ومش بعيد كمان يهرب منك. اطمن على الاخر يا جو. امجد دلوقتي ما بقاش يقدر يستغنى عني. يعني ايه؟ ده مش حب، علشان شغل. امجد دلوقتي بيعتمد عليا ومريح دماغه على الاخر. يعني انت بقى عايزه تقولي لي ان هو هيسيبك تسافري وتشتغلي وتعملي كل ده وانت حامل؟ بالتاكيد لا. طب يا ريت يا ريت يخاف عليا. دي تبقى اجمل حاجه في حياتي، اني احس اني اهم عنده من شغل. انا بنصحك اهو تكتفيه اكتر من كده بكتير. الانتخابات فاضل عليها 4 شهور وهو ما عملش اي حاجه يثبت بيها حسن نيته للجماعه، مع انهم ساعدوه كتير. ما هو انا كمان يا جو ساعدته كتير، ومع ذلك ما ادانيش حقي. حول كله على سويسرا وقعد مدعي الفقر. ما هو ده من عبطك. اطمن، طول ما البيبي معايا هيفضل هو في ايدي، وقبل ما ينزل يوقوق على وش الدنيا المؤسسة دي كلها لازم تبقى تحت سيطرتي. بس ادعيلي يا جو انه يبقى ولد، الولد يقش وبياكل البنت. عيني عليك يا ميادة. ايه ده؟ انت مستنيه حد ولا ايه؟ بقول لك ايه، لو كان هو قول انك جاي علشان تبارك لنا في الصباحيه، وزعلت قوي انك ما لقيتوش. بس كده؟ ده انا ازعل وعيط كمان. لو سمحتي الهاني موجودة؟ ايوه يا فندم اتفضل. اهلا وسهلا. ده ايه المفاجأة دي؟ أهلا بالناس اللي كانوا عيانين. اهلا، اتفضل. دولة هانم حيدر مراتي. أهلا. اهلا بيكي. لا، عادل كان عنده حق لما قال لي إن أمجد جه ومعاه واحدة زي القمر. قلت مش ممكن، لازم أجي أشوفها وأتعرف عليها. يوسف أخويا، دكتور عادل اللي أمجد وداني المستشفى عنده امبارح. عظيم، واضح ان هم بيحبوك قوي. يعني من النهارده بقى الواحد ما يقلقش على صحتك. البركة في أمجد باشا. أمال هو فين؟ في الحقيقه انا جيت ما لقيتوش للاسف. أصلي أمجد بيعتز قوي بصداقته لطليقي، وعلشان كده بيطمن عليا من وقت للتاني. هتقولي لي على أمجد، طول عمره صاحب واجب وودود، خصوصا لما مرات صاحبه تكون حلوة بالشكل ده. انتوا تقربوا لامجد بيه؟ احنا الصداقة أقوى من القرب. يوسف، ممكن أنت دلوقتي تروح تشوف شغلك، أنا كويسة. عموما انا طول ما جنبك دكتور جنتل كده زي عادل بيه مش هقلق على صحتك خالص. باي باي. باي. يا أهلا وسهلا. أهلا بيك. الحقيقة إحنا آسفين على الزيارة المباغتة اللي من غير سابق ميعاد، بس إحنا وإحنا معديين جنب البيت افتكرت العنوان فقلنا نطمن. يا خبر يا دكتور عادل، ده انتوا تشرفوا في أي وقت، البيت بيتكم. انتوا عارفين طبعا أنا عارفة قد إيه صداقتكم لأمجد واللي مراته روح. ده أمجد بيحكي لك على كل حاجة بقى. ما بيخبيش عني حاجة أبدا. لا، وأخوكي كمان بيحبه. وبيزعل قوي لما بيجي ومش بيلاقيه، مع ان العكس، اصل عنده اخت حلوه وعايشه لوحدها.
عادي. لا، ده انا كده اخاف على عادل ما دام الحكايه سايبه كده. يا ريت ما تغلطيش يا دولة هانم وتقولي لي بصراحة انت عايزة توصلي لإيه بالظبط. انا مش عارف الذنب اللي انا عملته معاكي عشان اتشوف في الحر ده. معاك حق، الجو حر قوي، مفيش اي نسمه هوا. انا بقول بقى كفايه كده ونروح. لا خلاص أنا عندي استعداد استحمل النار ولانك تبعدي عني. طيب ما نتقابل بالليل في النادي، يكون الجو اتحسن اكتر من كده. حرام عليكي يا ست، وانا لسه هستنى لغايه بالليل؟ طب صدقني بقى انك توحشيني وانت معايا. بطل كده ولا الشمس كلت دماغك؟ انا بصراحه حاسس ان دماغي هتنفجر. اسمعي كلامي يا بنت الناس ونروح البيت مع بعض، نحتفل مع بعض ونولع التكييف ونقعد مع بعض براحتنا عشان خاطري. نبقى نحتفل بالليل في النادي احسن. لا بالليل هكون محاصر ببابا وماما لانهم بصراحه مش هيفوتوا الفرصه دي، وهيعملوا لي حفله وهيعزموا بقى الجيران والقرايب. ليه كل ده؟ يا بنتي دي معجزه، ده انا نجحت وخلصت جامعه. انت مستهونه في فرحه بابا وماما؟ خلاص نبقى نتقابل بكره. والله حرام عليكي، في الحر ده هيبقى عذاب. يا بنت الناس طوعيني وتعالي نتفرج مع بعض على فيلم في البيت ونقضي وقت جميل. حقيقي برافو عليك يا روح، عقد جميل. لا، اللي اجمل منه بقى انه مريح اعصابي، مش شايله هم الشغل. بس خلي بالك في نقطة واحدة ومهمة جدا، إن برهان ممكن يسحب منك التوكيل ده في أي لحظة وساعتها هترجعي لنقطة الصفر. لا ما تخافش، انا عامله حسابي ده كله. برهان مش هيقدر يعمل اي حاجه لانه عايز يستفيد من المكن الجديد، ومش هيقدر يلغي التوكيل قبل 5 سنين لغايه ما المكن يتعب. برافو عليكي. تلاقيه دلوقتي هو حاطط في خطته إنه يوقف المصنع بتاعه ويجدده ويستغل مصنعك أنت في إنه يغطي بيه السوق. ويخاف على اسمه وشهرته، بس كل ده بقى ما يهمنيش. بس برضه هرجع واقول لك خلي بالك، انت ممكن ترجعي تاني لنقطه الصفر بمجرد ما هو يستغنى عن احتياجه المصنعي. لا مش صفر ولا حاجه، انا هكون قفلت عليه السوق المحلي بتاعنا، مفيش اي مصنع هيقدر ينافسني، واكون كسبت خبره وسمعه برهان خان. طب انا هسالك سؤال، انت ما خفتيش ان انا اخد منك الجمل بما حمل؟ كله من خيرك يا امجد. وانا هعرفك قد ايه انا بحبك وسايبك تتحديني، مع اني انا ممكن اخد كل ده منك بامضه صغيره مني. ايه ده؟ انت بتهزر؟ ازاي؟ انا مش بهزر، بس انا مش ممكن اعملها لانك انت السند بتاعي، مصنعك هو اللي انا بتسند عليه. عمرك سمعتي عن حد يكسر العكاز اللي بتسند عليه؟ ما تجننيش يا امجد، ازاي؟ المهم قبل ما اقول لك ازاي لازم تثق ان انا لا يمكن اعملها. انا واثقه، بس ازاي؟ انت ناسيه ان انا اللي مجهز عقد شراء المصنع من الانصاري؟ يعني انا بعد خبرتي في السوق دي كلها ما اقدرش احمل مصنع لو انت اسأتي التصرف. يعني ايه؟ حاطط ثغرات قانونيه في عقدي مع الانصاري؟ ومدعمه بالشيك الانصاري صرفه من حسابي. يبقى المصنع مش ملكي؟ يا حبيبتي ملكك، صدقيني ملكك، انا نفسي ملكك. طب ازاي؟ بصفتك مستثمره لاموالي، وبرهان خان عارف كده كويس، انا ممكن اسحب التوكيل ده في اي وقت. عشان كده قال لي انه خايف منك وانك ممكن تهدله كل حاجه. هو الراجل كلمني وروح اساليه، انا قلت له روح مراتي وتعمل اللي هي عايزاه، وقلت له كمان ان انا همشي عقدك معاه. كده برضه يا امجد تخدعني؟ انا اخدعك؟ بالعكس، ده انا بحميكي مش بخدعك. لو انا بخدعك بصحيح ومتهور زي ما انت بتقولي، انا كان ممكن استغل الحق ده لما انت وقفتي قصادي. امجد انت لازم تلغي اي ثغرات في العقد، انا عايزه المصنع يبقى ملكي، معلهوش اي وصايه. يا حبيبتي اللي انا بعمله ده لمصلحتك ولمصلحتي، ده سلاح في ايدك وفي ايدي لو برهان خان حاول يلعب بينا. نكدت عليا يا امجد، منك لله. الو. ايوه. ايه؟ ازاي ده حصل؟ طيب انا جاي حالا. انت خارج؟ شغل ضروري، بس انا عايز اقولك على حاجه ولازم تصدقيني، انا بحبك وبحب ولادي ولا يمكن اضركم ابدا. ازاي وانا فقدت حريتي في ملكي؟ والله ملكك، صدقيني ملكك. هسيبك بقى عشان لازم اطلع اغير هدومي. امجد، يا ترى من حقي ان اتصرف في ملكي وابيعه في اي وقت؟ انت ذكيه قوي يا روحي. من حقك، بس تردي لي راس مالي، واوعي تعمليها، لانك لو عملتيها هنبقى احنا الاثنين خسرانين.
شهاب. الله يبارك فيك، مبروك ليك يا مختار. اتفضل يا سيدي، ده بقى جواب تعيينك في المصنع. ماما صممت امبارح تكتبه في عز فرحتها بنجاحي. اما انت بتتكلم بجد يا ابني؟ انا اتعينت في المصنع؟ ايه يا مالك، هيجرى لك حاجه ولا ايه؟ على فكره ماما كمان هتعمل لك مرتب كويس قوي، بس انت هتاخد الورقه ده والشهاده بتاعتك وتروح للاستاذ فكري وهو هيعمل اللازم. بس الشهاده لسه ما طلعتش. يا سيدي مش مشكله، لما تبقى تستلمها ابقى خدها ووديها. انت مش مكفيك ان صاحبه المصنع بنفسها بتقول ان انت محاسب؟ ربنا يخليك يا رب ويخليها لك يا مختار. ايه امور الشحاته دي؟ يا عم ما تتريقش، اعذرني، ده انا بقالي سنين عايش على الشحاته. تعرف بعد ما اخلص شغل الفلوس اللي باخدها بحسها شحاته مش تعب. ايه يا شهاب، انا بهزر، انت خدت الموضوع بجد ولا ايه؟ وبعدين يا ابني الشغلانه اللي انت بتشتغلها دي مش احسن ما تروح تسرق ولا تبيع مخدرات زي اللي بنشوفهم؟ الشغلانه بتاعتك دي انا عارف ان انت حاسس انها ممله ومش مفيده لانها مش مستمره معاك، فايدتها اليوم واحد بس، لكن ان شاء الله لما تشتغل في المصنع ساعتها يبقى لك وظيفه مستمره، وساعتها انا متاكد ان انت هتحس بالفرق لانها هتبقى مفيده بالنسبه لك. كل اللي انا اقدر اوعدك بيه ان باذن الله هشتغل في المصنع ده بكل ضمير وذمه. يا سيدي لكل مجتهد نصيب، وانت ما دام مخلص خليك واثق ان باذن الله ربنا هيكرمك. مالك خايف كده ليه يا حسام؟ ده انت المره اللي فاتت كنت سايب الباب مفتوح ومش همك. بابا يا ستي عايز يبيع الشقه دي ويكمل على ثمنها ويشتري لنا كده فيلا صغيره في منطقه من المناطق الجديده. طب وايه علاقه ده باللي انت بتعمله؟ هقول لك يا ستي، جارنا عايز يفتح الشقه بتاعته على الشقه دي، وتقريبا اتفق مع بابا على السعر، ومن ساعتها بيعتبرها شقته، ولو شافنا هنا هيحصل مشكله. ايه الكلام الغريب ده؟ مش لما يبقى يستلمها الاول يبقى يتحكم فيها؟ حبيبتي كبري دماغك، ودلوقتي بقى سيبينا نقضي وقت سعيد مع بعض قبل الشقه دي ما تتباع. بس بالادب، والا مش هتعرفني تاني. يا حبيبتي احنا مش هنعمل حاجه، انت يا دوبك هتعملي ايه؟ تقري لي افكارك، اقرا لك افكاري، تحكي لي كل حاجه عن نفسك، احكي لك كل حاجه عن نفسي، يعني من الاخر نبقى كتاب مفتوح لبعض. بس انا لازم اروح قبل المغرب. شفت بقى يا حبيبتي، يا خساره، يا دوبك بقى نلحق نتفرج على الفيلم اللي ما عرفناش نتفرج عليه من العيال، فاكره؟ يلا بقى يا حبيبتي تعالي ورايا. هو انا مش هنقعد هنا؟ يا حبيبتي عادي، ايه المشكله يعني؟ لسه بقى هننقل الكمبيوتر وبتاع، ما هنا لوحدنا وهنا لوحدنا. حسام عيب، هنعرف. جم هنا وكان يوسف اخويا موجود، وبصراحه اللي اسمها دولة دي استفزتني في الكلام، وكان لازم ادافع عن كرامتي، وانا عارفه انها جايه ومتاكده ان انت جوزي. يعني ايه بقى؟ يشموا على ظهر ايدهم؟ تقدري تقولي لي عرفوا منين؟ مفيش حد يعرف الحكايه دي غير انا وانت ويوسف وشكري. شكري بصراحه انا بثق فيه، لكن انت واخوكي لا. اهو ده بقى اللي حصل. وبتقولك ان سرك في بير، وعايزاك كمان تعدي عليها في الجمعيه علشان تتفقوا لمصلحتك، وبتقولك مستعده كمان تنسى كل اللي فات. انت بتهزري؟ دي ولايه سماويه وعايزه تنتقم. خدني انت بس معاك وانا اكسر لك سمها. يا سلام، ده ايه الشطاره دي كلها؟ ما كانتش وقعتك في الكلام زي الهبله. بقولك عارفين من قبل ما يجوا. دي تبقى مصيبه، تبقى كارثه. تقدري تقولي لي ايه اللي ممكن اعمله انا دلوقتي؟ يا سلام، امال كنت هتعلن جوازنا ازاي لما اولد؟ ولا هتعمل زي الافلام تخطف ابنك وترميني في الشارع؟ انت بتخرفي، بتقولي ايه؟ شوف بقى يا امجد، جوازنا دلوقتي بقى امر واقع لا يمكن تقدر تنكره، والحمل كمان بقى طبيعي وشرعي. انت عبيطه ولا ايه؟ انت ناسي انك انت ماضيه ورق؟ حطي لسانك بقى جوه بقك. يعني ايه؟ افهم من كلامك ده انك بتتبرى من ابنك؟ انت اللي بتجبريني اعمل كده. انا ما اقدرش اهدم حياتي عشان واحده متهوره زيك، واحده مش قادره تصدق ان انا بعمل لمصلحتها، كل همها انها تعلن جوازها وبس. بقولك انا ماليش اي ذنب، حتى اسالهم بنفسك. تحط صباعي تحت ضرس وليه زي دي وتقولي لي اسالهم؟ ممكن اعرف انت خايف منها ليه؟ هتعمل لك ايه؟ هتعمل اللي انت نفسك تعمليه وما انتيش قادره تعمليه. هتبلغ روح بمليون طريقه، والنتيجه هتكون ايه؟ ان روح هتطلب مني الطلاق، وبيتي هيتخرب، وبنتي هتضيع اللي لسه على وش جواز، وكل ده عشان ايه؟ عشان انانيتك انت. كفايه بقى، كفايه يا امجد غلط لحد كده، انا استحملت كتير. انت اللي لازم تصلحي غلطك. انا هتخليني استعمل الاوراق اللي ضدك، وانت عارفه كويس قوي الاوراق دي مكتوب فيها ايه؟ ان الولد ده ابن حرام، وانا بالاوراق دي ممكن اسجنك. فاهمه يعني ايه ممكن اسجنك؟ اسجني يا امجد، اسجني زي ما انت عايز، بس مش هتقدر تنفي جوازنا قدام مراتك، وهتخسرنا احنا الاتنين، وهتخسر كمان ابنك. ممكن بقى يا حبيبي تهدى وتفكر كويس وتروح تقابل دولة وتشوفها عايزه ايه؟
عايزاني اعمل حاجه انا ما اقدرش اعملها. خلاص قولي عليها يمكن تلاقي عندي الفكرة. عايزاني يا ستي اقنع روح انها ما تكملش المستشفى بتاعتها عشان ما تاثرش على المستشفى بتاعت جوزها عادل. روح روح روح، كفاية بقى يا أخي، طلعت روحي بروح بتاعتك دي. أنا مش عارفة أنت بتخاف منها ليه؟ انت تسكتي خالص، انت كلامك بقى ينرفزني. انا ماشي. انتظرناك في صلاة الفجر لكنك لم تحضر، فقلنا لعل احتفالك بنجاحك قد أرهقك، لكنك لم تحضر في صلاة الظهر والعصر أيضا، فقررنا أن نأتي إليك لنعرف سبب تخلفك عن الجماعة. اهلا وسهلا. في الحقيقه انا صليت في مسجد السيده زينب رضوان الله عليها وعلى آل البيت أجمعين. وبالطبع صليت خلف إمام مأجور يتقاضى راتبا من الحكومة. طب ودي فيها ايه يا شيخ سعيد؟ حرام؟ ها؟ الله أعلم، ولكن الحظر واجب، فالله سبحانه وتعالى يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم. صدق الله العظيم. اخد حذري من ايه بالظبط يا شيخ سعيد؟ اصبر اصبر يا أخ مختار، فالصبر من سمات المؤمنين. ستعلم وتقرأ وتقتنع بما نقول بإذن الله. الإمام إذا أخذ أجرا على إمامته تحولت الإمامة إلى وظيفة أكل عيش يعني، وهنا لا يجوز. ومين بقى اللي قال الكلام ده يا شيخ امين؟ اصبر يا ولدي وتمهل، لكن قل لي أولا، هل تعرف شروط الإمامة؟ يعني على ما اذكر انه يكون قارئ جيد للقرآن واكثر علما ويفضل اكبر سنا. هذا ما نقوله للأطفال في المسجد ولكنك كبرت ويجب أن تتعلم أكثر من ذلك، فللإمامة شروط كثيرة يا ولدي ستعرفها، وستعرف وقتها أننا على صواب وكله بالقرآن والسنة. ليس من شروط الإمامة أن يكون موظفا حتى لا تتحول الإمامة إلى وظيفة حكومية والعياذ بالله. يا شيخ سعيد، بصفتك الامام بتاع الجماعه بصراحه انا عايز اقول لحضرتك حاجه. احنا عمرنا ما هنتفق. انتوا شايفين حاجه غير اللي انا شايفها خالص. حضرتك قريت في علم القياس الفقهي؟ القياس يا ولدي في حالة عدم وجود نص أو نص صريح في أمر مستحدث. عظيم جدا. يعني لو في حاجه ما حصلش فيها حكم نقدر نستدل عليها بحاجه زيها حصل فيها حكم. هذا صحيح، لكن ما هدفك من ذلك؟ الأئمة اللي حضرتك معترض عليهم عشان بياخدوا أجر نقدر نقيسهم بالجماعة اللي كانوا بيبعتهم الخلفاء الراشدين للمدائن علشان يعلموا الناس الإسلام، وكانوا بياخدوا أجر من بيت مال المسلمين. يعني زيهم زي الأئمة اللي بيتخرجوا من الأزهر بشهادة من كبار العلماء، مش مجرد واحد قرأ كتابين وعمل لي فيها شيخ. انت بتقول ايه يا أخ مختار؟ أتسخر منا ونحن ضيوف في بيتك؟ لا يا أخ ناصر، إنه لا يسخر، إنه يتكلم بالحق، وهذا ما نفتقده ونريده. يعني إيه؟ إحنا جهلة؟ ده تاني مرة يشتمنا. بالأمس كرر نفس الكلام وراجعته. إنه أكثركم علما وأرجحكم عقلا، ولكن ينقصه حفظ الأحاديث النبوية الشريفة والقرآن الكريم. يا شيخ سعيد أنا ما أقصدش لا أحسن ولا أوحش. يا ولدي، نحن نحتاج إلى أمثالك في دعوتنا، فأنت تملك قلبا شجاعا ورأيا سديدا ولك بصيرة بالأمور. أراك في صلاة المغرب بإذن الله. معلش يا شيخ سعيد لو سمحت، يعني أنا لا تجادل، فالخطأ عندي أنا، لأني أشركتك من البداية مع من هم أقل منك علما، ولكن في المرة القادمة إن شاء الله ستجد نفسك مع بعض الإخوة من المثقفين في الدين والدنيا وأصحاب المراكز. خلاص بقى،
خلاص بقى مختار يا ابني، ما تكسبش الشيخ سعيد. هبقى اعدي عليك واخدك معايا. ها نستأذن احنا بقى. شرفتم وانستم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. مع السلامة. شرفتم وانستم. ألف سلامة. مع ألف سلامة. استغفر الله العظيم يا رب. وبعدين في الناس دي انا مش مطمن لهم. اطمن يا امجد باشا، سرك في بير. سر ايه يا فندم؟ انا مفيش في حياتي اي اسرار. كل ما في الامر دي بنت نصابه حاولت تستغل عطفي عليها عشان تلزق فيا خيبتها. بس هي بتقول انها مراتك رسمي شرعي. مراتي مين بس يا فندم؟ حضرتك بتصدقي الكلام ده؟ انا لما اكتشفت لعبتها في الحقيقه كنت هسجنها، وبعدين خفت من الفضايح، فقلت انا همضيها على شويه اوراق عشان احمي نفسي منها. بصي حضرتك، بصي امضتها، بصي حتى الشيك ده كمان اهو. في حد هيمضي اوراق الا اذا كان خايف انه يدخل السجن؟ بس انت ايه اللي ورطك مع الاشكال دي؟ ابدا يا فندم، انا كنت سهران كده في سهره وكنت شارب شويه، وهي حاولت تستغل الظروف دي، لكن انا كشفتها. وفي الحقيقه بقى اللي انقذني كمان من الموضوع ده الدكتور عادل، قال لي انها حامل في شهرين، وانا كل معرفتي بيها ما تجيش شهر. ايوه، بس ازاي تغلط غلطه زي دي؟ يا فندم ما انا بقول لك بقى كنت سهران، وكنت يعني حتى كده يعني واخد لي كاسين، وبين انا حتى ما اعرفش اذا كان حصل بيني وبينها اي حاجه ولا لا. المهم هي اتصلت بيا في التليفون بعد ما انقطعت كده فتره، وقالت لي انا عايزه اقابلك ضروري. فرحت قابلتها، قالت لي انها حامل. اتجننت، ضربتها، فقدت الوعي، اخدتها عند الدكتور عادل. ادي كل اللي حصل. انا بقى كده غلطان يا فندم؟ لا طبعا، بس الاشكال دي كده تحب تورط الناس المحترمه. بس انت غلطان، ليه ما خليتش عادل يخلصك من البيبي؟ يخلصني من ايه يا فندم؟ هو انا المسؤول عنه؟ ما انا بقول لحضرتك ان انا مضيتها اوراق عشان احمي نفسي منه. ويعني اذا كان على البيبي بقى هي تروح تشوف لها اي اب بقى تلبسه هو التهم. يا ساتر يا رب، ربنا يكفينا شر ولاد الحرام. ايوه يا فندم، عندك حق، ربنا يكفينا شر ولاد الحرام. شفتي ازاي بقى ان انا بريء؟ حسين، ايه اللي انا فيه؟ هو ايه اللي حصل؟ ابدا يا عادي، عادي جدا يعني، دي حاجه بتحصل ما بين اتنين بيحبوا بعض. انت شربتني ايه؟ قول. انت خدرتني مش كده؟ حبيبتي انا اسف، صراحه حاجه غصب عني، انا ما قدرتش اقاوم. اعمل ايه طيب؟ وبعدين مش عارف. انت حقير، سافل سافل. حرام عليك، حرام عليك، حرام عليك، حرام عليك، منك لله، منك لله. ميادة يا حبيبتي، ميادة يا حبيبتي اهدي شوية عشان الاقي لك حل. بعد ايه؟ بعد ايه؟ لا لا. على فكرة احنا لازم نتجوز. نتجوز؟ وماما وبابا والناس؟ ما اقدرش، ما اقدرش. حبيبتي هو مش جواز وحفلة وبتاع، لا ده جواز عرفي زي تامر ونور، لغاية ما ترتاحي لي ارتاح لك، فاهمة؟ ثواني انا هريحك يا حبيبتي، انا هريحك. ليه كده يا ميادة؟ يا خسرتك، يا خسرتك.
جوازة عرفي سليمة 100%، عاملينها بتوع كلية الحقوق. خدي بقى انت ورقة وانا ورقة، وعشان تطمن يا حبيبي اهو ادي اسمي ورقم البطاقة يا معلم. يلا يا عم امضي بقى، ما تعيطيش بقى. خدي. حصل بقى يا ميادة، هنعمل ايه طيب؟ بعدين انت كنت شايفاني كنت جريتي على طول، بعدين ما انا بحبس لك على حقك اهو، بديك ورقه جواز عرفي، اعمل ايه تاني طيب بقى؟ رايحه فين بس يا ميادة؟ استني يا ميادة، استني بس، رايحه فين يا حبيبتي؟ استني بس بس. انت كده بقى حكمتي على نفسك بالظلم. ورقه الجواز اللي معايا دي يبقى انت مالكيش عندي اي حاجه. انا بقى اللي ليا عندك وعند امجد الغزولي ابوكي كتير قوي. مظبوط يا امجد، لعبتها صح وانا ما خدتش بالي، لكن لا، عمرك ما هتغلبني. المشكلة في الفلوس، 25 مليون. أنا لو بعت المستشفى ووفرت فلوس التجهيزات مش هقدر أكمل 10 مليون بكل اللي معايا. ولو بعت المصنع لمختار هبقى مطالبة بسداد 25 مليون لأمجد. محبوكة، وكل العقبات حلها الفلوس. الحل إيه يا روح؟ مفيش غير إني أثق فيه لغاية ما يعملها من نفسه. يا فرحة ما تمت. الو. يا ميادة يا بنتي، اتأخرتي كده ليه؟ انت فين؟ المغرب ادانت يا بنتي. معلش يا ماما، اصل الماتش كان صعب قوي. اتغلبت. انا هنا مع اصحابي من بدري في النادي. طب باي باي بقى يا ماما عشان بيندهوا عليا. ماشي، باي باي. مش عارفه اعمل ايه يا ربي بس. ألف مبروك يا حسام يا ابني، ألف مبروك. ألف مبروك يا حبيبي. معقولة نجحت يا حسام؟ نجاح مع سبق الإصرار والترصد. ما تتمرعش أوي كده كأنك حسام الفاتح. حسام الفاتح اسمي يشد يا حاج، هاخده شعار ليا، اسمي يشد. اسكت بقى، ده احنا اتخضينا حته خضه لما لقيناك اتاخرت قلنا انت سقطت. لا 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 لا، مفيش صوت بعد كده. بس بقول لكم ايه، انتوا ازاي بقى تحتفلوا بنجاحي؟ انا عايز حاجات من كده وتورته ده انا هعمل لك حته حفله وهعزم لك كل اصحابك. لا 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 لا، صحاب ايه؟ انا طلعتهم بالثلاثه، مفيش حد صاحبي الا مستقبلي وبس. برافو عليك، وعشان كده أنا أوعدك إني هشغلك معايا عند أمجد الغزولي. ايه؟ انا اشتغل عند امجد الغزولي؟ انا عايز اروح هناك وانا بيه مش موظف.
بلاش غرور بقى وما تضيعش الفرصه دي من ايديك. المؤهل اللي معاك ده يقعدك في البيت من غير شغل. طب اديني فرصه افكر بقى عشان اشوف ردود الافعال. ايه ردود الافعال دي؟ ده زلزال زلزال يا حاجه، يهد جبال ويطلع من قلبها مناجم ماس. الولد ده اتجنن ولا ايه؟ الله، هو انت يا ابني اللي انت اخدته ده بكالوريوس ولا دكتوراه؟ انا اخدت احسن من الاثنين دول، اخدت الثقه بنفسي. الكلام ده تستاهل عليه حته حفله. أخوكم مختار صلاح الشافعي عضو جديد في جماعتنا، ونأمل فيه خيرا إن شاء الله. إن شاء الله. أهلا وسهلا. أخوك فؤاد عبد الله طبيب جراح. أخوك محفوظ عبد التواب مهندس اتصالات. أخوك ناجي عز الدين بكالوريوس علوم ومن رجال الأعمال. من رجال الأعمال ما شاء الله ما شاء الله. أما باقي الإخوة فسوف تتعرف عليهم فيما بعد إن شاء الله. أما الأخ مختار فهو الأول على كلية التجارة مع مرتبة الشرف. هايل يا أخ مختار. بكده بقى هيكون لنا عضو في هيئة التدريس في كلية التجارة. بصراحة دكتور فؤاد يعني أنا لسه ما قررتش في الموضوع ده. نريدك أن تمارس دعوتك وسط الطلبة. نعم، ومش هتكون لوحدك يا أخ مختار. هناك مثلا الدكتور فايد الحبشي والدكتور مصطفى عبد النعيم. يا ده أستاذي، هو معاكم؟ طبعا إنه معنا ومن المجاهدين. غريبة قوي، أصل عمره ما اتكلم قدامي في الدين خالص. يا أخ مختار، أساليب الدعوة اختلفت بعد أن تربص بنا الأعداء في الأساليب القديمة. لا تتعجل، وسوف تتعلم وتعرف كل شيء في حينه. أيوة، بس ليه التكتم ده كله يعني؟ هو أنتوا بتعملوا حاجة غلط؟ وبعدين يا عم الشيخ أنا عايز أسأل حضرتك، كنت تقصد مين بالعداء؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. كأنك مش عايش يا أخ مختار. النهاردة أي حد بيربي دخنه بيقولوا عليه إرهابي إرهابي، وأي حد في خمارة يضربوا له تعظيم سلام. هل هذا يرضي ربنا؟ يا أخي مختار، نحن في زمن كما قال عنه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: القابض فيه على دينه كالقابض على جمرة من النار. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن نفخر أننا أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ولو قبضنا على الجمر. الغرب الكافر بيتربص بالإسلام والمسلمين، وكما قال الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. صدق الله العظيم. الكافرين بيتربصوا بالمؤمنين، واحنا لازم ندافع عن ايماننا بكل السبل. يا عم الشيخ انا كمان عايز ادافع عن ديني وعن ايماني، بس المهم ادافع ازاي؟ اولا تنسى كلمة انا، لان الشيطان بيدخل للانسان من كلمة انا وكلمة لو، كما قال الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام: الغرور كله يا ابنائي في كلمة انا، وهذا ما جعل ابليس لعنة الله عليه مغضوبا عليه الى يوم القيامة لغروره. بداية عصيانه لامر الله لما رب العزة امروا بالسجود لآدم، قال ايه لعنة الله عليه؟ قال انا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. عشان كده لازم نلغي من حياتنا كلمة انا ونقول نحن. وما فيش امة بتنهزم وهي بتقول نحن، دليل على الترابط والتراحم. بس انا بصراحة يعني مش فاهم ايه المطلوب مني بالظبط. يا ابني يا مختار، واضح انك ذكي وبتحب القراءة، عشان كده احنا مش هنكتفي بحلقات الدرس، بل سنمدك بالكتب لكبار الأدباء المسلمين والكتاب والفقهاء مثل الطبراني وابن تيمية وغيرهم ممن لا يخشون في الحق لومة لائم. تفضل. لو كده يا عم الشيخ انا متفق معاك، مادام كله بالمراجع الدينية. على بركة الله. نقرا الفاتحة
على إننا نتعاون على البر والتقوى ولا نتعاون على الإثم والعدوان إلا على الكافرين. الفاتحة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. السلام عليكم يا شيخي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا يا شيخ أمين، اتفضل. أهلا. شفت سبحان مغير الأحوال، كنت أنا بالأمس شيخك فأصبحت اليوم أنت شيخي. اتفضل اقعد يا شيخ أمين. فضلك الله وعلاك ورقاك وجعلك زخرا. طمني، عملت إيه مع كبار العلماء المشايخ وقد أصبحت واحدا منهم؟ علماء ومشايخ ايه اللي انا اصبحت واحد منهم؟ انا ما شفتش حد من اللي انت بتقول عليه. ازاي؟ طب قول لي كان مين معاك وانا اقول. كان واحد اسمه الدكتور فؤاد. الله اكبر، اللهم صل على النبي. الشيخ الدكتور فؤاد، يا سلام. هو حاجه كبيره قوي للدرجه دي؟ يا سلام، ربنا يدينا من علمه. يا سلام على الشيخ الدكتور فؤاد، ما شفتوش انت وهو بيخطب في الجامع؟ ده بيهز الجامع هز. انت ما تعرفش انه من 5 سنين كان فين؟ كان فين؟ كان في افغانستان بيعالج جرحى المسلمين هناك. افغانستان؟ بارك الله فيك يا شيخ امين. معلش، انا اصلي من بعد صلاه المغرب على طول وانا في الجامع لحد دلوقتي، فتعبان قوي. استسمحك بس، عايز اخش اريح. لا 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 لا، ارتاح براحتك، بس توعدني تمدني بالعلم اللي هتاخده منهم. ايوه، يمكن ربنا ينفخ في صورتي واصبح زيك ان شاء الله. ده انا هسيب لك مكان يا شيخ امين. شيخ، الله يبارك فيك شيخ امين. السلام عليكم يا شيخي. سبحان الله سبحان الله للموعودين. لا حول ولا قوة إلا بالله. هعمل إيه؟ همشي معاهم ولا أبعد عنهم؟ لا هم قالوا لي حاجة غلط ولا أنا كنت بعمل حاجة غلط. يبقى القلق ده جاي منين؟ وليه مصرين عليا أنا بالذات؟